قبل ما نبتدي كده يا صديقي عايز اعرفك ان دي تكملة الحلقة اللي فاتت، ولو عايز تشوف الملخص اللي فات هتلاقيني سايب لك اللينك في اول التعليقات او في صندوق الوصف. ومن غير ما اطول عليك يلا نبدأ بحلقتنا. بنشوف الحلقة اللي فاتت لما اتعرف على مارين اللي عايزة تعمل لبس كوزبلاي وهو وعدها انه هيعملوا ليها. طب يلا بينا نبتدي حلقتنا. بنشوفه بعد كده وهو ماشي في المدرسة ومارين فجأة بتنادى عليه بتشكره على انه هو بيساعدها في صنع اللبس اللي هي عايزاه، والواد بيفتكر شكله وبيتحرج على الاخر. بتيجي صاحبتها تتكلم معاهم وشوية من صحابها تاني بيجوا، والواد بيتوتر جامد على الاخر. واحدة بتعرض عليه انه ياخد مصاصة لكن بيقول لها شكرا. واحدة بتقول لمارين يا رب ما كنتش ضايقناكم، بتبص له وبتاخده تحت جناحها كده يا صديقي. وزمايلها بيقولوا لها يلا علشان ورانا مشوار، وبيسيبوه وبتسلم عليه وهي ماشية. وطبعا عارفين الكلام الجانبي انها بتخرج معاه وكده. والبت بتيجي وهو قاعد بتقول له يبقى جهز نفسك عشان هنمشي مع بعض لما المدرسة تخلص. بيقول لها انا مشغول وبيسيبها ويمشي. تاني يوم بتقول له النهارده بيطلع يجري برضه، وبتقعد تدور عليه وهو مستخبي منها وبتتعب، ولكن بتلاقيه في الاخر. بتقول له مش هتيلا نروح نجيب القماش علشان اللبس. بيقول لها انا اسف وبيسيبها وبيجري وبتناديه، لكن فكرك هيرد عليها؟ لا والله. بعدها بنشوفه مستخبي بيقول هي كده مش هتشوفني، لكن بوم بيلاقيها جنبه. بتقول له انت كنت بتتجاهلني طول الوقت في المدرسة ليه؟ بيقول لها مش عايز حد يفكر اننا بنتواعد وكده يعني. بتقول له فيها ايه ما نعمل كده. الواد بيقول لها ايه يا اختي؟ بتقول له بهزر يا عم. بعدين بتمسكه من ايده وبتجري. بيقول لها احنا رايحين فين؟ بتقول له زي ما انا ما قلت لك محل القماش. بيروحوا فعلا، والواد بيقول لها ان ده فيه كل الحاجات اللي احنا هنحتاجها. والواد بيديلها الورقة اللي فيها المطلوب وبالمقاس. بتقول له فنان يا ابني والله. وبيبتدوا انهم يشوفوا الخامات المطلوبة، والواد بيفتكر انه معوش بطاقة الدفع. بتقول له انا جبتها معايا جاهزة كفو عليك والله. بيقولها انا ما اقبلش ان واحدة تصرف عليا. بتقول له يا عم عادي خدها بس. بياخدها وبيكملوا عملية الشراء بتاعتهم. بعدها بتقول له يلا علشان نروح محل الشعر، وبيختاروا المطلوب. ووسط ما هم مروحين بتقعد توريه الاشخاص اللي بيقلدوا شخصيات زي ما هي ما بتعمل، وبتعرفوا انهم بيأجروا صالات استوديو علشان ياخدوا شوية صور. وهم ماشيين كده بتلمح عربية لحمة بتشتري منه فورا. بتقول له ما تاكل يا عم معايا. بيقول لها شكرا، ده عزومة مراكبية دي يا صديقي. وبتسترس فيها بعدها وبتقول له انا صرفت كتير النهارده، انا هحتاج شغل اضافي علشان اللي صرفت. بيقول له هدفع لك تذاكر الركوب، لكن هي بتوقفه. بتقول له انا استمتعت كتير اوي النهارده. بتقول له كل الاشخاص التانيين ما كانوش بيهتموا باللي انا بحبه زي اللي، لكن انت اهتممت بفكرتي وبتشتغل عليها. انا حابه اني اشكرك بجد. بتقول له خد حته. بيتحرك كده وبيقول لها لا، وهي ما بتصدق وبتكمل فيها. وشكل الواد اعجب بيها كده، وبيسلموا على بعض وبيمشوا. بعد ما بيرجع بيلاقي جده مستنيه. بيقول له انت اتاخرت كده ليه؟ بيقول له كنت بشتري شويه حاجات انا وصديق ليا. جد اول ما بيسمع انه كان مع صديق بيفرح قوي. بيقول له اشتريت ايه؟ لكن الحاجه بتقع والملابس الداخليه بتقع، وجده بيروح فيها. من هنا بتيجي واحده من قرايبه علشان تطمن على الجد، وبيطمنها عليه. وجده بيطلع من عند الدكتور وبيروح له. بيقول لها الجد انت جيتي ليه؟ بتقول له انا كنت قلقان عليك. بعدين بيقعد وبتقول له انا جاي اخدك علشان تستريح عندنا علشان ابويا قلقان عليك. بيقول لها انا مش عايز اكون عبء عليكم، لكن بيوافق. وبتقول له وانت كمان؟ بيقول لها اروح انا اجهز شويه من هدومي. وجده بيقول له هات لي الفرشه الخاصه بتاعتي معاك. بعدها لما راح المدرسة حكى لمارين على اللي حصل. بتقول له أنا جاهزة لأي طلب هتطلبه أو أي مساعدة، أنا بعرف أطبخ وكده يعني. بيقول لها شكرا. بتقول له طيب تمام، ما تنساش لو عوزت أي حاجة ترن عليا، وتاخد رقمه علشان تتواصل معاه. بينما هو ماشي بيكلم نفسه بيقول أنا لازم أبدأ شغل في اللبس المطلوب إنه يخلص قبل الأسبوع ده. ولكن الصدمة التانية بتظهر وهم ماشيين. مارين بتقول له الامتحانات آخر
اخر الاسبوع ده. بيقول صح ورايا امتحانات، هو ايه المشكلة اللي انا وقعت فيها دي؟ بعدين وهو في البيت التليفون بيرن، اللي بيتصل بيبقى عايز ياخد جولة في المحل. بيقولها هتيجي امتى؟ بتقوله غدا. بيقولها المحل مغلق لاخر الاسبوع. بتقوله انا بس كنت عايزة نيجي عندك غدا علشان ليا قريب هيمشي بعد غد، لسه هتقفل معاه؟ بيقول لها طيب ماشي. بعد ما بيقفل الواد بينهار حرفيا وحاله شكله زفت خالص، ولكن بيجد على نفسه شوية وبيعمل المطلوب. ومن حيث الشغل والمذاكرة واللبس وبنشوفه في المدرسة. مارين لسه كانت هتروح له، لكن صاحبتها بتوقفها علشان تكلمها وهو بيمشي. بتروح له البيت بترن وبتفضل تدور عليه ما بتلاقوش، وبتقول شكله راح عند جده، ولكن هو بيكون ميت على الاخر من الارهاق. وبيقول انا مش عارف اخلص اللي بيقول انها هتزعل لو انا مخلصتوش في الميعاد المناسب، انا مش عايز اخيب ظنها فيا وبيصعب عليا حاله كده، ولكن ما باليد حيلة. وبيقعد يقول انا فاشل وبيفضل يبكي. بيفتكر ذكرى ليه وهو صغير كده، بيقول لجده انت ما بتزهقش من صنع الدمى كل يوم؟ بيضحك له كده وبيقول له شوف كده صور الزباين لما بيفرحوا لما بعمل لهم اللي هم عايزينه، وكل ما اشوف ضحكتهم بيزيدني حماس اكتر اني استمر في العمل ده. وبيفتكر كل مرة مارين ضحكت له علشان هو بيساعدها في صنع اللبس. بيقوم وبيزداد حماسة كده وبيبدأ شغل في اللبس لحد ما طلع النهار. بيبعت لها انه خلص وهي بتيجي فورا مش مصدقة انه خلص. بيقول لها دلوقتي تقدر تحضر بيه الفاعلية بتاعتك. بتقول له انا فكرتك انك مش بتعمله فعلشان كده انا لغيت الحفلة. بيقول لها ايه؟ بتقول له انا كنت مستنياك تخلص وبس، ولكن في احداث كتير للفعاليات دي. الواد بيقع من طوله وهي بتقول له انا اسفة علشان كان لازم اقول لك. بيقول لها تمام انا لسه في وقت علشان لو في حاجة اعدلها. مارين بتعيط كده بتقول له كنت في كل مرة اجيلك بعد الامتحانات كنت مفكراك بتروح تزور جدك، بس انت كنت شايل هم كبير. وبتفضل تعتذر منه وهي بتعيط، وهو بيقول لها انا اسف برضه علشان كان المفروض اكلمك حتى اقولك ان انا شغال عليه. بيقترح عليها انها تجربه علشان يشوف هو مظبوط ولا لا. بيقول لها انت مش عايزه تبقي شيزيكو؟ بتقول له انت مرهق دلوقتي. بيقول لها عادي، ولا انت مش سعيده انه خلص؟ بتقول له انا السعاده بتغمرني. بتقول له شكرا. بيقول لها العفو. بعدين بيجهز لها اللبس عشان تلبس من حيث الرموش والشعر وكل ما شابه ذلك يا صديقي، وبتلبسه والواد بيكون مبهور من جمالها في اللبس كده يا صديقي. بتقول له انا شبهها. بيقول لها بالملي، والبت بتكون قمر كده يا صديقي. وبينتهي الملخص التاني على كده. فلو عجبك ما تنساش اللايك والاشتراك علشان تساعدنا اننا نكمل بقية القصة. اعرف ان الكلام اللي في الاول ممكن ما يكونش حلو، لكن اللايك والاشتراك الجمال بتوعك يا صديقي بيدينا حافز جامد. فما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. وشكرا لانك جيت لاخر الفيديو، واشوفك ان شاء الله في فيديو جديد.